في فيديو النهاردة هنتكلم عن مشروب ناس كتير بتشربه يومياً من غير ما تعرف قيمته الحقيقية، وهو القهوة. القهوة مش بس علشان تصحصح، لكن ليها فوايد قوية جداً للجسم والعقل لو اتشربت بشكل معتدل وصحيح. شفائيات. أول فايدة: تحسين التركيز والانتباه ووظائف المخ. القهوة بتحتوي على الكافيين، والكافيين من أكتر المواد اللي اتدرست علمياً في تأثيرها على المخ. الكافيين بيمنع عمل مادة اسمها الأدينوزين، وهي المسؤولة عن الإحساس بالنعاس والتعب. لما الأدينوزين يتمنع، نشاط الخلايا العصبية يزيد، ويزيد إفراز مواد زي الدوبامين والنورادرينالين. النتيجة: تركيز أعلى، سرعة تفكير أحسن، رد فعل أسرع، وتحسن في الذاكرة قصيرة المدى. علشان كده القهوة بتكون مفيدة جداً قبل الشغل، المذاكرة، أو أي نشاط ذهني محتاج تركيز. وفي دراسات بتشير إن الاستهلاك المعتدل للقهوة ممكن يقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية مع التقدم في السن. تاني فايدة: زيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني والرياضي. القهوة من أقوى المنبهات الطبيعية قبل التمرين. الكافيين بيرفع مستوى الأدرينالين في الدم، وده هرمون بيجهز الجسم للمجهود العالي. ده بيخلي عضلاتك أقوى في الانقباض، وقدرتك على التحمل تزيد، وإحساسك بالتعب يتأخر. كمان الكافيين بيساعد الجسم يستخدم الدهون كمصدر طاقة أثناء التمرين، وده بيوفر الجلايكوجين الموجود في العضلات. علشان كده القهوة قبل التمرين ب30 دقيقة بتدي أداء أفضل في تمارين القوة والتحمل. مش صدفة إن الكافيين موجود في معظم مكملات البري ورك أوت. ثالث فايدة: دعم حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائي. القهوة من المشروبات القليلة اللي بتساعد فعلياً على رفع معدل الحرق. الكافيين بيحفز الجهاز العصبي السمبثاوي، وده بيخلي الجسم يكسر الدهون المخزنة ويحولها لطاقة. كمان القهوة بتزود معدل الأيض حتى في وقت الراحة لفترة قصيرة بعد شربها. بالإضافة لكده، بعض الدراسات بتوضح إن القهوة ممكن تحسن حساسية الإنسولين عند بعض الأشخاص، وده بيساعد في التحكم في سكر الدم. بس مهم نوضح إن القهوة لوحدها مش هتخسس، لكنها أداة مساعدة قوية مع الأكل الصحي والحركة. رابع فايدة: غنية بمضادات الأكسدة ودعم صحة الأعضاء الداخلية. ناس كتير ما تعرفش إن القهوة تعتبر من أكبر مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي عند ناس كتير. مضادات الأكسدة بتحارب الجذور الحرة اللي بتسبب التهابات وتلف الخلايا. شرب القهوة باعتدال مرتبط بتحسين صحة الكبد وتقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني وتليف الكبد. كمان في أبحاث بتشير إن القهوة ممكن تقلل خطر بعض الأمراض المزمنة بسبب تأثيرها المضاد للالتهابات. يعني القهوة مش بس بتنشطك، دي كمان بتحمي خلايا جسمك. خامس فايدة: تحسين المزاج وتقليل خطر الاكتئاب. القهوة ليها تأثير نفسي واضح. الكافيين بيحفز إفراز الدوبامين والسيروتونين، ودي مواد كيميائية في المخ مرتبطة بالإحساس بالسعادة والرضا. علشان كده ناس كتير بتحس بتحسن في المزاج بعد شرب القهوة، وده مش وهم. دراسات كبيرة ربطت بين شرب القهوة باعتدال وانخفاض خطر الاكتئاب، خصوصاً عند الأشخاص اللي بيشربوها بانتظام ومن غير إفراط. لكن الإفراط ممكن يقلب التأثير ويسبب توتر وقلق، وده يوضح قد إيه الاعتدال مهم. الخلاصة: القهوة مش مشروب عادي، هي أداة قوية لو استخدمتها صح. بتحسن التركيز، تزود الطاقة، تساعد في الحرق، تحمي الخلايا، وتدعم المزاج. الكمية الآمنة لمعظم الناس من 2 ل 4 أكواب في اليوم، ويفضل تكون قهوة سادة أو بإضافات بسيطة. بلاش سكر كتير، وبلاش تشربها قبل النوم بساعات. استخدم القهوة بذكاء وهتشتغل لصالحك مش ضدك. ولو حابب تعرف أكتر عن استخدام القهوة في التمرين، التخسيس، أو تحسين الأداء اليومي، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.